تعالي بقى نشوف اكلة النهاردة ومشروبات النهاردة وكمان الحلويات. ايوه مش انا قلتلك معايا ولا تفكري ولا تحتاري؟ يلا خدي فكرة كده، لو انت ما عملتيش الاكل ده النهاردة اعمليه بكرة، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى قوية جدا. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، امين يا رب العالمين. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في مشروبات كده بتبقى اساسية معانا زي التمر وزي الصوبيا وزي البلح بلبن. اي حاجة تانية ده بيكون اضافات، يعني مثلا لازم يكون دول اساسيين معايا. عايزه اعمل عناب، عايزه اعمل اي مشروب تاني بيكون اضافي، لكن المشروبات اللي احنا هنعملها النهارده هي دي المشروبات الاساسيه معايا. زي الصوبيا، هتجيبي الاول كوبايتين من اللبن وكوبايتين من الميه الساقعه، وكمان هتحطي معلقتين من الصوبيا كبار زي ما انتم شايفين كده. صوبيا عمان على فكره حلوه جدا، احسن نوع صوبيا تجيبيه. تمام، على فكره في انواع تانية كتير، وفي اللي هي السايبه اللي عند العطار، مالكيش دعوه بالكلام ده كله. اللي انا بقولك عليه هو ده اللي بجد بيبقى خطير. ليه بقى؟ لان انا بكون مجرباه، وانا ما بقولكيش على حاجه حلوه الا لما بكون مجرباها. هتحطي من الصوبيا دي هتحطي معلقتين، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من كريم الجانتيه، وكمان معلقتين من اللبن البودر، وخلاص على كده. خدي كل ده وحطيه بقى يلا كده في الخلاط، هيبقى اتعمل معاكي بكل سهوله. وطبعا التمر عملناه مع بعض قبل كده ولسه هعمله معاكم تاني، مش انا قلت لكم في مشروبات كده بتبقى اساسيه على سفره رمضان معانا، لكن في مشروبات تانية بتكون هي الاضافي، بس لازم الاساسي اساسي يكون التمر والصوبيا والبلح بلبن. قولوا لي انتوا كمان بقى ايه هي المشروبات الاساسيه معاكم. هنا بقى كمان كنت بقطع بقى البلح زي ما انتوا شايفين، وبسخن اللبن وبحط كمان اللبن على البلح. انت في اللحظه دي عايزه تاخديه وتضربيه في الخلاط براحتك، عايزه تشربيه كده زي ما احنا بنشربه كده بالمعلقه برده مفيش اي مشكله. المهم كنت هنا كمان عامله بقى ممبار، كل ده محضره بقى من قبلها بيوم، وعامله كمان البفتيك ومتبلاه وحطاه كمان في التلاجة. طول ما انت كده مرتبه اكلك قبلها بيوم هتلاقي الدنيا معاكي بجد زي الفل، وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. طبعا تاني يوم بقى خلاص كان الممبار جاهز معايا وحطاه في التلاجة، البفتيك كمان جاهز معايا وحطاه في التلاجة، حتى المحشي كمان حشيه كده وبرده حطاه في التلاجة. وخلاص كده ما دام احنا مجهزين بقى حاجتنا واكلنا كله، يا دوب بس بيبقى على التسويه، واللي محتاج كمان يتحمر بنبتدي اللي احنا نحمره. يعني انا هنا حمرت بقى الممبار، حمرت البفتيك. طبعا الفراخ كنت سلقاها، هتاخديها بصي لو معاكي 10 فرخات بالطريقه دي هتبقى ممتازه جدا. هتاخدي الفرخه تسلقيها عادي جدا، وطبعا نظبط كده الشوربه بتاعتها. عايزه بقى تعملي كمان طبق ملوخيه هيبقى بجد خطير معاكي. طول ما انت مظبطه الشوربه صح الاكل هيطلع معاكي زي العسل. وكمان هتسقي بيه المحشي صح ولا لا؟ شوربه الفراخ بقى وهي متظبطه كده مع المحشي، مع معلقتين السمنه البلدي كمان على المحشي، حاجه كده تفتح النفس. ولا ريحه المحشي هيجيب معاكي لاخر الشارع. وبعد بقى ما نسلق الفراخ هنبتدي اللي احنا ناخدها في صينيه كده. تجيبي بقى الفراخ ومعلقتين من الصلصه، وكمان ملح وفلفل اسود وبابريكا وبس كده، ونص معلقه كده من السمنه البلدي، وتبتدي اللي انت بقى تدهني الفرخه وتحطيها تحت الشوايه. هتتعمل معاكي في ثواني وخلاص كده. ايه رايكم بقى في فطارنا النهارده؟ الفراخ المشويه الجميله قوي دي، لان انت حطيتيها طبعا تحت الشوايه بتبقى كانها مش مسلوقه ولا اي حاجه. معانا الفراخ عملناها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، حلوه جدا جدا. وكمان الممبار وبفتيك كمان اللحمه، وكمان عملنا المحشي العسل قوي ده. زي ما قلت لك ظبطي كده كمان الشوربه هيطلع معاكي المحشي زي السكر. وملحي كمان الشوربه، دوقيها كده خلي ملحها مظبوط. تمام. وهنا بقى اهي المشروبات معايا. التمر بقى كان ساقع، لان كل ده طبعا انا بعمل المشروبات قبل ما ببتدي اللي انا طبعا احط على الاكل ولا اي حاجه. ليه؟ لانها تسقع كده تاخد السقعيه المظبوطه. المهم طبعا عملنا بقى الصوبيا، وعملت بقى كمان هنا التمر زي ما انتم شايفين كده. بصوا التمر ولا الصوبيا يا سيدي، بصوا بقى احنا من عشاق التمر والصوبيا والبلح بلبن، فهتلاقوهم متكررين معانا في الفيديوهات. اضافي بقى عليهم اي مشروبات تانية، جوافة بلبن، مانجا، اي حاجة تانية بتبقى اضافي. تمام. هنا بقى ابني يا ماما حطي لي الصوبيا على التمر. انا معرفش حد بيعمل كده ولا لا، بس ابتديت كمان اللي انا خدت له كده الكوبايه، حطيت له نصها صوبيا ونصها تمر. اتصدقوا بقى لما جيت دقتها عجبتني جدا، جربيها. المهم هنا كمان والبلح بلبن بقى، كوبايه البلح بلبن دي حاجه تانية خالص بجد، بتبقى خطيره. اهي المشروبات جاهزه معايا، والاكل خلص معايا وما خدش معايا اي وقت خالص. ما تتعبيش نفسك في وقفه المطبخ في رمضان عشان ما تتعبيش، صح ولا لا؟ حضري اكلك قبليها بيوم، ويا ريت كمان يكون قبل السحور. هيجوا السحور كده تتسحري وتصلي الفجر، وخلاص على كده هتيجي تنامي بقى تصحي ما وراكيش اي حاجه يا ست الكل. مفيش بس الا اللي انت بقى هتسوي على الاكل. وطبعا التسويه دي قبليها قبل المغرب بمفيش. المهم المغرب طبعا يأذن من هنا، تكون سفرتك جاهزه من هنا. تقعدي كده
بقى تدعي انت والولاد وربنا يا رب يخليهم لك، امين يا رب العالمين. وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات قويه جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، لايك وكومنت حلو منك، ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بقولك لو عايزه كمان تحطي شويه مخلل حطي شويه مخلل، عايزه كمان تعملي شويه سلطه حلوين كده، بجد يا سيدي على الجميل. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جدا جدا، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.